منشن لحضراتكم الأربع آيات دول تحديدا. أول آية في سورة آل عمران يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والآية الثانية في آخر سورة الحج: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده. وجاهدوا في الله حق جهاده. هناك اتقوا الله حق تقاته، وهنا وجاهدوا في الله حق جهاده. والآية الثالثة: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. يتلونه حق تلاوته. والآية الرابعة: وما قدروا الله حق قدره. وما قدر الله حق قدره. وقفت مع الآيات، إيه حق تلاوته دي؟ طب احنا بنتلو القرآن في رمضان، ده احنا بنتسابق وبنقرأ. هو لا يريد منك مجرد قراءة، يريد حق تلاوته. حق تلاوته. وانت بتقرأ القرآن تعي ماذا يقرأ من القرآن. أول أمس جلست أستمع إلى إذاعة القرآن في مكة المكرمة وبتنقل بث مباشر من الحرم المكي، وتعمدت أن أسمع والله. وقدرا كان يقرأ من سورة آل عمران، ولما وصل إلى قول الله تبارك وتعالى: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول وبدأ وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. قلت: هم يقرؤون الآيات هناك في بيت الله الحرام، يقرؤون هذه الآيات لكن لا يفعلون بها شيئا. يؤمون أكثر من 2 مليون مسلم يقرؤون عليهم قول الله تبارك وتعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر. يعني تفكروا إطعام الحجيج وتأكلوا الناس وتدوهم كده كبسة وتشبعوهم وتدوهم مية زمزم وتمر كده؟ أنتوا أديتوا رسالة يا أهل مكة. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. اسمع بقية الآية، اسمعها بالله عليك بعد ما تصلي على حبيبك النبي. أجعلتم سقاية الحاج، خدمة الحجيج تاني، وعمارة المسجد الحرام، أنوار وساوند سيستم وتغيير ومشايخ وعمم وأفاطين وحاجة يعني 15 مش 5 ستارت، 15 ستارت. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كالشباب الموجودين المساكين الذين يموتون جوعا في غزة. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الفاسقين. وصمهم ووصفهم بالفسق، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فلما الله يقول يتلونه حق تلاوته، أولئك يتلونه حق تلاوته، لا أولئك الذين يطبقون آيات الله سبحانه وتعالى. فحق تلاوته يعني تقرأ القرآن كما قرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفعل ما أمرك به وتجتنب ما نهاك عنه. ولما يقول وجاهدوا في الله حق جهاده، يبقى هذا هو حق الجهاد، أن تموت دون عرضك ودون مالك ودون أرضك ودون أقصاك ودون مقدساتك. يبقى هؤلاء الذين يقيمون الدين. ولما ربنا يقول وما قدر الله حق قدره، بقول للناس دول انتم مش عارفين قيمة ربنا. انتم عندكم بيت وعندكم كذا ومش عارفين قيمة الله سبحانه وتعالى. والله رأيت الواحد يتألم، وجايبين شيخ يعني كبير مشايخهم كنا نحبه ونسمع له، وكنت أبكي عندما أسمعه. الآن والله لا أستطيع سماع آية منه. يشهد الله بقدر ما كنت أحبه لله أبغضه لله. ولا أريد أن أذكر أسماء. ياخذوا المسك ويعطروا بالمسك الستار بتاع الكعبة، الحرير بتاع الكعبة. الكعبة لا تريد حريرا، الكعبة لا تريد مسكا ولا عطرا، الكعبة لا تريد ذلك. الكعبة تريد هذه الأموال التي تنفق تذهب إلى المستضعفين هناك. عندنا 2 مليار مسلم، 2 مليار مسلم لا يستطيعون إيصال زجاجة حليب صغيرة لطفل رضيع في غزة. واللي يعرف يوصل يعرفني.